فيلمنا بيبدأ بفتحي وهو في الشغل وبيبقى شغال سواق لعربية الموتى، ولما بيخلص شغل وبيروح البيت بيلاقي مراته صفاء بتتخانق واخوه عصام واقف ومش بيعمل حاجة، وبيروح علشان يفضي الخناقة، وبتبقى بسبب ابنه زيكو علشان بيتخانق مع ولد في الشارع، وبيفضي الخناقة ما بينهم وبيطلعوا البيت، وبيبان ان في ما بينهم مشاكل ومش مرتاحين في العيشة مع بعض، وابوه بيجي علشان يحل ما بينهم، وبيبقى مريض بمرض الزهايمر، وبيخش الأوضة وبتطلب منه الطلاق علشان زهقت من العيشة اللي عايشاها معاه وانها ما بقتش قادرة تكمل، وبيفضل يكلمها علشان تتراجع عن فكرة الطلاق، بس برضه بتبقى مصرة انها تتطلق، واتفقوا انهم بكرة هيروحوا للمأذون وهيطلقوا بعض، وبننتقل لعصام اخوه وبيروح لتاجر مخدرات وبيسرق منه المخدرات وبيركب التوك توك وبيجري، وبنيجي لتاني يوم وهو عصام بيصحي فتحي علشان في ناس تحت عايزينه بخصوص ابنه زكريا، وبينزل جري علشان بيبقى فاكر ان ابنه اتخانق تاني، وابوه بينزل بالطاسة علشان بيبقى فاكرها خناقة، وبينزل وبيروح لهم وبيلاقي مذيعة عايزة تعمل معاه لقاء قبل ما يخش مسابقة أذكى طفل في مصر، وفتحي بيبقى مش فاهم حاجة، وبتقول له إن ابنه خد تقييم من وزارة التربية والتعليم إنه من أذكى 3 أطفال في مصر، وبيبقى مستغرب إن ابنه ذكي كده، وعصام بيقول إزاي ده كان بيرضع مفتقة، ومراته صفاء بتيجي بالمأذون علشان يتطلقوا، بس فتحي بيمشيه لغاية ما يشوفوا موضوع المسابقة، والمذيعة بتقول لهم إن لو ابنهم كسب المسابقة الوزارة هتهتم بيه جدا، وبتسألهم على الجواب اللي بعتته الوزارة، بس بيبقوا مش عارفين حاجة عن الجواب، وابوهم بيقول لهم لا في جواب جه بس مش فاكر حطيته فين، وبيطلعوا علشان يدوروا عليه، وبيلاقي اخوه عصام حاطط التبغ بتاع السيجارة على الجواب، فبياخده وبيقراه، وفعلا بيطلع كلام المذيع بجد، وان المسابقة بعد يومين في 1 سيوة، وبيقعدوا يفكروا هيروحوا ازاي سيوة وهما معهمش فلوس، ففتحي بينزل عشان يستلف من اي حد ويعرفوا يروحوا، وكل واحد بيبعته للتاني، وكلهم بيقولوا له انهم معهمش فلوس، ومش بيلاقي حل قدامه غير ان هم يروحوا المسابقة بعربية الموتى، وبيغيروا هدومهم وبينزلوا، وبيبقى كلهم هيروحوا بس اخوه عصام بس هو اللي مش هيروح، وبيبدأوا يتحركوا، بس بيلاقي تاجر المخدرات اللي سرقها منه جايله ومعاه رجالة، فبيجري منهم وبيركب العربية وبيروح معاهم المسابقة، وبيبدأوا مشوارهم، وهم في الطريق امه بتسأله 3 في 3 بكام، ولما بيقول لها 9 كلهم بيتبهروا انه عرف يجاوب وانه فعلا عبقري، وبيبقى عايز يعمل حمام، فبيركنه على جنب في بنزينة وبيدخله علشان يعمل حمام، واخوه عصام بيسرق حاجات من الماركت وبيمشي، ولما بيخلص الحمام بيقول لامه انه عايز حاجة بس بتلاقيها ب35 جنيه، وهم معاهم فلوس على القد فمش بتوافق تجيبها له، بس وهي جاية تمشي بتلاقي ام بتجيب حاجات لابنها بفلوس اكتر بكتير، فبترجع وبتجيبها له، وبيلاقوا المذيعة في الماركت وبتقول لهم ان في طفل متسابق هنا برضه، وبيبقوا ناس شيك جدا وبتكلمهم بالانجليزي، فبيتنحوا مش بيعرفوا يردوا، وبيبقوا مكسوفين جدا وهم بيتكلموا معاها علشان فرق الثقافات اللي ما بينهم، وبيخلوا الاطفال يتكلموا مع بعض، وزكريا بيقول له فبيسكتوه وبيطلعوا يركبوا علشان يكملوا طريقهم، وبيجي تليفون لفتحي من المعلم حسين صاحب العربية، وبيقوله ان في حالة وفاة وان يروح عليها، بس بيقوله ان هو رايح مشوار بالعربية، وبيحكي له الموقف اللي هو فيه، بس المعلم حسين بيتخانق معاه وبيقفل السكة في وشه، وبعد كده بيبقوا جعانين جدا فبيركنوا على جنب وبياكلوا، وبيجيله تليفون من واحد صاحبه في الشغل وبيقوله ان المعلم حسين بلغ على العربية انها مسروقة، وكمان قال للشرطة انها رايحة سيوة، ومعنى كده انه هيلاقي كمين على الطرق ومش هيعرف يروح المسابقة، وقرروا ان هم هيرجعوا البيت ومش هيروح المسابقة، بس بيبص لابنه وبيلاقيه بيحل بازل الذكاء، فقرر ان هم هيروحوا بس من الطرق الفرعية اللي جوه الصحراء علشان اكيد مش هيلاقوا فيها كماين، وهم ماشيين في الصحراء بيلاقي في عربية مخبوطة في شجرة، وبينزلوا عشان يشوفوا في حد فيها ولا لأ، وبيلاقوا واحدة مقتولة بس بتصحى وبتكلمهم، فبيتخضوا اكتر، وبتقول لهم انها كانت رايحة حفلة تنكرية بس كانت سكرانة وخبطت في الشجرة ومفيش شبكة علشان تتصل بحد ينقذها، وبتقول لهم انهم يساعدوها وانها هتديهم فلوس، وفعلا بياخدوها وبيوصلوها لمكان الحفلة وبتديهم فلوس وبتعزمهم، وبيفكروا مع بعض، وفعلا بعد كده بيخشوا، وابوه بيبقى فرحان جدا وهو وسط كل الستات دي، وبيروحوا ياخدوا اكل وبيحطوه في اكياس، وبيلاقوا واحد غلبان زيهم وبيروح يسأله لو عايز كيس يديهوله، وبيقول لهم ان انتوا مثلتوا صح جدا، وبيبقوا مش فاهمين حاجة، وبيطلع هو كمان متنكر وانه اصلا صاحب الحفلة، وبيعلن عن الفايز في الحفلة واللي بتروح لاكتر واحد متنكر بشكل صح، وبيخليهم هما اللي يفوزوا، وبيسألوه على الجايزة بتاعة الفايز، فبيقول لهم بيبقى اول متبرع لبناء نادي صيد الارانب البريه اللي نوعه.
فبيفضلوا متنحين ومش بيعرفوا يقولوا له ايه، وبياخد ابوه من الحفله وبيخرجوا علشان يكملوا طريقهم للمسابقه. وهم ماشيين العربيه بتغرز في الطينه علشان الجو ليل والطريق بتاع الصحراء وحش جدا، وبيجربوا يزقوها وبيعملوا كل المحاولات علشان يطلعوها، بس برضه بيبقى مفيش فايده، فبيستسلموا وبيقعدوا مكانهم. بس بعدها بشويه بيلاقوا في عربيه معديه من نفس المكان، وبيطلعوا باحثين بيعملوا ابحاث في محميه في الصحراء، وبيطلعوا العربيه بتاعتهم وبيساعدوهم، وبيقولوا لهم انه خطر يمشوا في الصحراء في وقت زي ده، وانهم ييجوا يقعدوا معاهم في الخيم لغايه ما الصبح يطلع. وبيروحوا معاهم المخيم وبيبقوا كلهم باحثين، وبيفضلوا متنحين وهم هناك علشان فرق الثقافات اللي ما بينهم. وبيقعد هو ومراته على جنب، وبيفضلوا يحلموا بابنهم وانه هيبقى زي احمد زويل، وبيبقوا مبسوطين مع بعض وبينسوا فكره الطلاق خالص. وبيجي ابوه وبيقول له انا افتكرت حطيت جواب الوزاره فين. وبنيجي لتاني يوم وبيملوا العربيه بنزين وبيسلموا عليهم وبيمشوا من المخيم. وهم ماشيين بيلاقي في ناس بلطجيه بالسلاح وقفتهم وبينزلوهم من العربيه، وبيبقوا عصابه بتسرق العربيات اللي بتعدي من الطريق ده. وبيجي المعلم بتاعهم وبيحكوا له كل حاجه علشان يصعبوا عليه، وبيمتحن ذكائه وبيساله على اسمه. ولما بيقول له زكريا بيصدق ان هو عبقري فعلا. وابو فتحي بيجي ينصحه علشان يسيبهم، بس في نص النصيحه بينسى انه كان بينصحه اصلا، فبيتاثر بالنصيحه بتاعته ومش بيرضى ياخد العربيه علشان هي كمان عربيه موتى. وهم جايين ماشيين بيقول له بلاش تكمل الطريق في الصحراء علشان في رمله ناعمه اللي هي بحر الرمال المتحركه، وامشي على الاسفلت احسن. فبيشيل اسم عربيه الموتى منها وبيشيل النعش علشان لو لقوا كمين ما ياخدش باله ان دي العربيه اللي متبلغ عنها. وبيبداوا يمشوا على الاسفلت من تاني وبيخشوا سيوه. وهم في الطريق بيفضلوا يحمسوا ابنهم وانه يركز علشان يكسب المسابقه ويفرحهم علشان بقالهم كتير ما فرحوش. وفتحي بيجيله مكالمه من موظف في المسابقه وبيقول له انه طلع تشابه في الاسماء وان مش ابنك هو الطفل اللي عايزينه. وبيتصدم وبيركن العربيه وبينزل وهو مصدوم، وان كل المشوار ده طلع على الفاضي ومستفادوش منه بحاجه. ومراته صفاء بتنزل وراه وبتساله ايه اللي حصل، وبيقول لها انه تشابه في الاسماء. فبتتصدم وبتفضل تعيط وبتقول ان ابنها ذكي ويستاهل يخش المسابقه، وانها مش عايزاه يطلع زيهم وعايزاه يعيش في مستوى احسن، وانها حلمت بده في اليومين اللي فاتوا. وبتفضل تتحايل عليه انهم يروحوا المسابقه برضه، وبيسمع كلامها وبيقوموا علشان يكملوا طريقهم. وبيكملوا الطريق وهم زعلانين ومحبطين جدا. وهم ماشيين بيلاقوا كمين وبيمثلوا انهم رايحين فرح في سيوه، وبيسالوا على الرخص وبيديها له. ولما بيسالوا على رخصه العربيه بيعمل نفسه اكنه نسيها، بس الضابط بيعرف انهم بيمثلوا وبينزلهم، وبيقول له ان العربيه دي متبلغ عليها انها مسروقه. وبيحكوا له الموقف كله وانهم لازم يروحوا المسابقه. والضابط بيبقى متعاطف معاهم بس بيبقى مش في ايده حاجه يعملها لهم. واخوه عصام بيضحي بنفسه وبيقول له ان هو هيقول ان هو اللي سارقها. وفتحي بيفهمه انه كده ممكن يتحبس، وقال له انا عارف بس المهم ابنك يلحق المسابقه والاول مره يطلع جدع. وفعلا بيروح يعترف للضابط وبياخده هو والعربيه، وهم بيكملوا الطريق مشي. وبعد مشي كتير جدا بيلاقوا عربيه نص نقل وبيستأذنوه انه يوصلهم في طريقه، وبيوافق وبيركبوا علشان يبقى اخر مشوار في رحله الوصول للمسابقه. وفعلا اخيرا بيوصلوا للمسابقه وبيبقوا مكسوفين جدا علشان معموله على مستوى عالي. وبيروحوا للامن وبيقولوا له انه المتسابق زكريا، وفعلا بياخدوه علشان يلبسوا ويطلعوا على المسرح. وامه بتستغرب انهم خدوه بسهوله، فقال لها علشان فاكرينه انه الطفل التاني. والموظف راح قال لرئيسه المسابقه ان المتسابق التالت وصل، فقالت له ان اهل المتسابق التالت لسه عارفين النهارده علشان كان في غلط في تشابه الاسماء وهم في اسوان ومش هيلحقوا يجوا، فاعتذروا عن المسابقه. وبتخليه يوديها لاهل المتسابق التالت وبتروح لهم وبيقولوا لها الحكايه كامله وانهم تعبوا جدا علشان يجوا المسابقه. وبعد محايلات كتير جدا منهم بتوافق انه يخش المسابقه علشان كده كده الطفل التالت مش هيجي وزكريا هيكون مكانه. وبتقول للموظف انه يطلع زكريا المسرح ويبدا المسابقه. وفعلا المسابقه بتبدا والمتسابقين بيبقوا ولد وبنت وزكريا، وبتبقى عباره عن اسئله سرعه وكل سؤال بنقطه، واكتر طفل هيجمع نقط هو اللي هيكسب المسابقه. وبيبدا اول سؤال وبتبقى مساله رياضيه صعبه جدا وفعلا محتاجه طفل عبقري علشان يحلها. والولد بيدوس على البازل وبيجاوب صح. والسؤال التاني البنت هي اللي بتحله، وزكريا بيبقى قاعد ساكت ومش بيحل اي سؤال ومش بيحاول حتى علشان بتبقى اسئله صعبه جدا. فامه بتزعل وبتخرج من المسابقه، وفتحي بيطلع وراها وبتقول له ان ليه ابنهم مش زي الاطفال دي، واحنا ليه معلمناهوش كويس علشان
علشان يبقى زيهم، وبيفهمها انه مش لازم يكون عبقري علشان يكون ناجح، وانه ممكن لما يكبر ينجح في اي حاجة تانية ويبقى شخص ناجح جدا فيها. وبياخدها وبيدخلوا تاني للمسابقة، والنتيجة بتبقى 15 للولد و15 للبنت. وبيبدأ السؤال اللي بعده، وزكريا بيدوس على البازل وبيفرحوا جدا علشان اخيرا هيجاوب على سؤال، بس بيقوله ان هو مش عارف الاجابة، بس بيعرف يعمل حاجة تانية وهي انه بيعرف يغني. ومقدم المسابقة اكيد بيرفض علشان دي مسابقة تعليمية مش مسابقة غنى، بس امه بتزعقله وبتقوله سيبه يغني، وابوه كمان بيقوم وبيزعق، وكل الناس اللي في المسابقة بتقوله سيبه يغني. وفعلا المايسترو بيبدأ يعزف وبيبدأ غنى، وابوه بيقول ان هو ده حلمه وان هو ده اللي هينجح فيه علشان فعلا صوته بيبقى حلو جدا، والناس كلها بتبقى منبهرة بصوته، وابوه وامه بيبقوا فرحانين وفخورين بيه جدا. والحفلة بتبقى بتتصور لايف على التلفزيون، وبيصوروا زكريا وهو بيغني. وامن المسابقة كان هيطلع ياخد زكريا علشان يوقفوه عن الغنى وما يبوظش المسابقة، بس ابوه وامه بيمنعوهم علشان يكمل غنى ويحقق حلمه. وفعلا بيخلص الاغنية، التلفزيون بيبقى مصوره لغاية ما خلص، والشرطة بتاخد اهله علشان بوظوا الحفلة، وبيركبوا البوكس مع عصام. بس اول ما زكريا بيطلع من المسابقة بيلاقوا ان كل الصحفيين بتعمل معاه لقاءات علشان الاغنية اللي غناها اتشهرت جدا. وبعد مرور الايام بقى اشهر طفل في مصر بيغني، وشهرته وصلت للعالمية، وبقى يمثل كمان. والدروس المستفادة من الفيلم ده: إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. وبس كده فيلمنا يكون خلص. فياريت لو الفيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. وبس كده، اشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.